الفترة اللي فاتت كنت في حيرة نوعًا ما، يعني ما بين إن أعمل كورس للمبتدئين في بايثون اللي هو أشرح فيه بقى الأساسيات والكلام ده، اللي هو أشرح الأساسيات بقى من الصفر فاهمني؟ بس لقيت إن اليوتيوب مليان كورسات بالعربي وكلها ممتازة بالمناسبة، فليه أسحب نفسي في مكان هو already مسحوم؟ وغير كده المعلومات اللي أنا هاحاول إن أنا أضيفها هي already متضافة، فهتكون زيادة على الفاضي، فقُلت خلاص خلينا ندخل على الليفلات الأعلى شوية، مع إنه في ناس تانية شرحت الموضوع ده بس أقل بكتير، وغير كده الأهم هو ممكن الناس دي مثلًا شرحتها بشكل مش مناسب أو بالنسبة لبعض الناس ما كانتش بشكل مناسب أو في أجزاء ما اتشرحتش بشكل كامل. أهم حاجة إنك تكون متأسس في لغة بايثون كويس، اللي هي الأساسيات البدائية خالص، اللي هي data types الloops الstrings الكلام ده كله. لو أنت لأ خالص اللي هو لأ خالص فلأ يعني اطلع برّه الفيديو ده كده ما تكمّلوش علشان راسك هتوجعك، روح شوف الأول كورس كده لطيف خفيف يفهّمك الأساسيات بتاعة اللغة، بعد كده تعالَ. على أي حال بما إنك هنا خلينا بقى نفهم يعني إيه أصلًا المصطلح اللي هو OOP، يعني إيه أصلًا حاجة زي كده؟ وإيه المشكلة اللي الحاجة دي ظهرت عشان تحلها؟ هو يعني ما هو مش معقول الناس كانت قاعدة فاضية مش لاقية حاجة تعملها، فقالت تعالَ نعمل تقنية أو حاجة جديدة في التكنولوجي كده لغرض التسلية، لأ، أكيد كان في سبب. وبرضه هنتكلم عن الخريطة أو الطريق اللي إحنا نمشي عليه في الكورس، الحاجات العادية بتاعة أي كورس، أي بداية كورس. فبس صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنرجع بالزمن شوية يعني للماضي، الأيام كانت فيها لغة C هي الملك المتوهج في عالم الprogramming. اللغة بقى سهلة في الكتابة، سهلة في الحفظ، والأكثر تقدمًا في العالم. تعرف تتخيل والّا زي دلوقتي؟ أنا هنا باتكلم عن أواخر الستينات وبداية السبعينات، أوكي؟ في الأيام دي البرمجة كانت بالأساس إجرائية procedural programming. أنا ما أعرفش أنا نطقت الكلمة دي إزاي، بس هي الحمد لله إن هي اتنطقت يعني. يعني البرامج بتتكون من دوال أسطر في الكود متكررة بشبه بعض جدًا، وبالمناسبة كله كان شغال تمام، يعني الناس كانت بتعمل حاجات بيها وكانت متأقلمة مع الحوار ده فاهمني، وكان الناس بتعرف إن هي تشتغل يعني تمام. في أواخر الستينات كده ظهرت حاجة اسمها سيمولا. سيمولا بكل اختصار هي أول لغة ظهرت بتدعم فكرة الOOP، كانت هي أول واحدة خالص كده، وده يدل إن الOOP هي من زمان، من زمان خالص، فكرة موجودة من زمان، ولكن المشكلة إن الناس ما كانتش مستوعبة أهميتها، وغير كده زي ما قُلنا من شوية البرمجة الإجرائية أو اللي هي الprocedural كانت مكفية، يعني الناس كانت متأقلمة معاها وكانت بتعمل بيها شغالة بيها تمام. عارف أنت لمّا الناس قالت على أول موبايل بكاميرا إيه ده مش عارف إيه ما لوش لازمة، إيه الهبل ده هنصور بيه إيه يعني، وبعدين بقى كل الناس شايلة تليفونات فيها كاميرا وساعات بتوصل ل200 ميجا بكسل عادي. بالضبط كده، الناس ساعتها ما كانتش مقدّرة قيمة الOOP وقتها، بس طبعًا الفكرة كانت موجودة. موجود برضه هنا دبانة أنا عايز أعمل معاها حاجات مش كويسة، بس للأسف هي المهم لو بدأنا بقى ندخل في حقبة ألعاب الفيديو والمحاكاة، البرامج الكبيرة اللي فيها تكرارات كتيرة جدًا للكود في مواضع مختلفة، بدأ يظهر إن البرمجة الإجرائية مش هتقدر تمشي مع التعقيد الجديد ده، الكود بدأ يبقى متكرر جدًا، البرامج بقت صعبة جدًا في التعديل وضخمة بشكل مش طبيعي. مشكلة الأمان برضه ظهرت لإن كان أي حد ممكن هو يعدل في الكود بشكل عشوائي، ممكن ياخد متغير ويغيّر في قيمته ولا من شاف ولا من دري، اللي هو خلاص راح. وهنا بقى الناس بدأت تفكر شوية، يعني الناس أخيرا فكرت إن إحنا عايزين حاجة تتماشى مع التعقيد، حاجة تنظم الشغل ده كده ويعني وتظبطه، فاهم أنت تظبطه دي؟ في التمرينات بقى نقدر نقول إن ده هو الانطلاقة، بدأت لغات زي بقى C++ وسمول توك والحاجات دي ظهرت، واللي نقدر نقول إن هي اتبنت الOOP بشكل أوسع، مش بس اللي هو مجرد فكرة بسيطة كده سطحية، لأ كانوا واخدين الموضوع بشكل أساسي نقدر نقول، واللي بعدها بسنين قليلة جدًا بقت أساس في أي لغة برمجة، بقت أساس في لغات برمجة كتيرة زي الجافا وغيره، لدرجة إن النهارده أي لغة محترمة تمام، بتدعم الOP بشكل أو بآخر. طيب إيه اللي بيميز الOP؟ يعني إيه اللي بيميز الOP عن الprocedural أو اللي هي الإجرائية؟ في الOP يا عزيزي المشاهد أنت بتقدر ترتب العلاقات بين الكود بشكل منظم وبكفاءة عالية حبتين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما تكتب نفس الكود لكل كائن أو شيء معين ممكن تكتبه مرة واحدة وتستخدمه كذا مرة. عندك حاجة اسمها التغليف أو اللي هو الencapsulation، وده حاجة بتحمي البيانات من أي تعديل عشوائي ممكن هو يحصل. عندك حاجة مهمة جدًا وهي التوريث أو الوراثة أو اللي هو الinheritance، ودي بالمناسبة إحنا تقريبًا أنت هتستخدمها في 50% من الكورس اللي إحنا هنتكلم فيه، لأنه حرفيًا حاجة زي كده مهمة بشكل مش طبيعي. ودي طبعًا بتخلّيك تعيد استخدام أجزاء معينة من الكود من غير ما تكتبها أصلًا. يعني أنت متخيل أنت بتعمل
OOB جواها في OOB يعني أنت فاهمني؟ يعني الموضوع حرفيًا عامل زي كأنك بتشتري عربية جديدة ولازم تقدّم على رخصة سواقة للعربية الجديدة دي حتى لو أنت عندك 10 عربيات قبلها، أنت واخد بالك؟ حاجة زي كده ده اللي كانت بتعمله الprocedural أو اللي هي الإجرائية، والOOB جات علشان تحل مشكلة زي كده. ببساطة البرمجة الكائنية التوجه اللي هي الOOB خلت الكود مرتب وأسهل في الفهم، وده خلّى حاجة زي الصيانة والتعديل عليه أسهل بكتير جدًا. تخيل لو بعد سنتين رجعت تشوف الكود بتاعك، لو كان مكتوب بطريقة إجرائية أو اللي هو الprocedural فأنت هتحس إنك بتقرأ هيروغليفي، لو كان مكتوب بOOB فأنت هتقدر تفهمه بسهولة كأنك لسه كاتبه امبارح. كلام مبتذل جدًا. مهم. طيب النظام بقى اللي إحنا إن شاء الله هنكون ماشيين فيه في هذا بتاع الكورس هيكون مقسّم ل9 فيديوهات، هيكون مثلًا ما بين كل حلقة والحلقة كام يوم، ممكن يومين أو 3 بحيث إن إحنا نقدر نطبّق ونسأل، بحيث إن إحنا نكون يعني ما اتأخرناش أوي، ما نطوّلش أوي في الكورس، لإن حاجة زي الHobby مش الحاجة اللي ممكن تاخد وقت طويل أوي، هي بس حاجة هنتعلمها إن شاء الله يعني في مدة بسيطة، وفي نفس الوقت مش عايزين برضه يكون كلّه مرّة واحدة. ومع نهاية الكورس إن شاء الله يعني من ضمن ال9 فيديوهات دول في فيديو خاص بمشروع نهائي، يعني إيه، نحاول نطبّق فيه كل اللي إحنا اتعلمناه في خلال الكورس، لإنه عامةً لازم تكون فاهم كويس جدًا إن الحاجة اللي أنت بتتعلمها لو مش هتقدر تطبّقها على أرض الواقع، فأنت ما بتعملش حاجة خالص. في حاجة اسمها الBased on Project Learning اللي هو إنك تتعلم من خلال تطبيق على المشاريع. فطبعًا إحنا هناخد الجزء بتاع النظري اللي هو الكود وكده، وفي الآخر فيديو هنبدأ إن إحنا نطبّق كل الكلام ده. ده لازم يخلص علشان الكورس كله يكون خلص. فالمطلوب منك إنك كل حلقة تاخدها كويس، حاول تفهمها كويس، تقعد تطبّق عليها لحد ما ننزّل الحلقة التانية. أعتقد هتكون 3 أيام، ما بين كل حلقة والتانية هيكون في 3 أيام، بحيث إن إحنا في خلال أقل من شهر يعني تقريبًا 27 يوم هنخلّص هيكون فنشنا الكورس بإذن الله، لو أنت طبعًا يعني خدت الموضوع بشكل مستمر. وعشان كده تحديدًا أنا فتحت سيرفر على Discord من فترة، السيرفر لسه جديد فما فيهوش يعني إلا أعضاء يعني عدد بسيط من الأعضاء، ولكن حاول إن أنا أكون هناك بأكبر قدر ممكن علشان لو حد مثلًا عايز مساعدة في حاجة، فإن شاء الله يعني معاك يعني ما تقلقش. تقدر هناك ترفع المشاريع اللي أنت هتعملها خلال الكورس ده وتشاركها مع غيرك، وممكن تبعت أي سؤال ولو أنا كنت موجود بإذن الله هارُد، لو غيري موجود هو هيرُد. إن شاء الله هتستفيد من وجودك هناك يعني هتستفيد، وبس.